هذا البرنامج برعاية رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يا اللي خلقك الرحمن، يا اللي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله اللي حيانا لك يا رمضان. السلام عليكم وصحة فطوركم. حلقة جديدة وسؤال جديد من سلسلة ساعة قبل الفطور اللي متواجدين من خلالها في بني بالعيد المسماة إداريا خيري ودعجول. سؤال المسابقة اليوم من منطقة بني بالعيد يقول: طائر تكلم في القرآن الكريم في سورة باسم حشرة، من هو هذا الطائر وما اسم السورة ومع من تكلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ بوجمع، جينا اليوم بلدية خيري ودعجول المشهورة بمنطقة بني بالعيد اللي متواجدين فيها حاليا. واش تقدر تحكي لنا على الأجواء في رمضان راكم تفوتوا رمضان هنا في هذا؟ أول الأمر نرحبوا بكم، مرحبا بكم عندنا وزارتنا بركة. الله يبارك فيك. ومرحبا بكم في المحل تاعنا، هذا محل فاميلي ماركت. حنا رانا جداد في كما نقولوا في هذا المحل. في هذا المحل. الله يبارك. ما عندناش بزاف اللي فتحنا، عندنا سمانة برك. ربي يبارك وربي يكملكم ان شاء الله. هذه دعوه اللي راهم يتفرجوا فينا باش يجيو ان شاء الله يزورونا ويقضيو علينا ان شاء الله في سوبيرات فاميلي ماركت. الله يبارك، ربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لاجواء رمضان يعني اجواء ممتازه، اجواء عائليه، كاين اخوه، كاين كما نقولوا روح التسامح بين الناس، كاين كما نقولوا الناس راهي تصدق تفعل في الخير هنايا، راهم يجيو عندنا السوبيرات راهم يتصدقوا كما نقولوا حنايا بمواد غذائيه هنايا بنقدموها حنا للفقراء والمحتاجين. هذه مازال الخير في امه محمد حتى تفنى كل خير، سيرتو في الشهر هذا تاع رمضان يضاعف الاجر كما قلت، وكاين الناس تقبل على الخير بزاف في هذا الشهر. الحمد لله، ربي يقدرنا ويوفقنا ان شاء الله. خير بوجمعه خويا بوجمعه، بمناسبه شهر رمضان المعظم جريده جيل الجديده نظمت مسابقه برعايه مجوهرات الياقوت جرين واستوديو المدينه للتصوير. وسؤال المسابقه اليوم من منطقه بني بالعيد يقول: طائر في القرآن تكلم في القرآن الكريم في سورة باسم حشرة، من هو هذا الطائر؟ ما اسم السورة ومع من تكلم؟ على ما أظن طائر الهدهد. الهدهد. الطائر الذي تكلم في القرآن الكريم هو طائر الهدهد. في أي سورة؟ سورة على ما أظن سورة لقمان. مع من تكلم؟ مع قابيل وهابيل على ما أظن. لا نزيد لك محاولة. معليش. طائر الهدهد مع سيدنا سليمان. مع سيدنا سليمان، ولكن الصورة معليش واش ما يعطيك الصحة، واش تقدر تقول لنا الناس بني بالعيد بمناسبة شهر رمضان المعظم؟ ناس بني بالعيد يتمنى لكم شهر مبارك بإذن الله، وتمنوا تفوتوا على خير وتصوموا بالصحة لهنا، وربي يغفر للجميع ان شاء الله، وربي يوفقكم انتم في المجال تاعكم هذا ان شاء الله. يعطيك الصحه يا بجماعه، بارك الله فيك، صحه رمضانك وصحه فطورك. وانت زاد تعيش. ايضا تلاقينا هشام البوشي تاع بني بالعيد. هكذا هشام خويا بمناسبه شهر رمضان المعظم جيناكم من بلديه خيري ودعجول وبالضبط من منطقه بني بالعيد. واش تقدر تحكي لنا الاجواء عندكم هنا هشام بمناسبه شهر رمضان؟ والله شهر رمضان كشهر رمضان كهنا كما في جيجل عندكم في المدينه، وشويه هنا تخص بزاف المرافقات باش لانه المرافقات الناس الكل تروح تما، لانه ما كاين والو ناقصين. الدوار احنا في الريف هذا باقي ينقص فيه كل شيء، عكس المواطنين ما كانش. المواطنين ناقصين بزاف. تقدر تقول حاله ماشي مليحه. كنا نحكيو على الهامش هشام، قلت لي الناس راهي تجي تطلع للجبل تروح للبحر، ولكن باش تقضي شويه. لا كاين سواح الناس تجي منطقه سياحيه بامتياز. بني بالعيد خيري ودعجول منطقه سياحيه فيها جبليه رمليه بحريه، فيها كلش، غابيه. الناس تجي صح تتمتع بالحاجه الطبيعه اللي فيها البحر، تتمتع وتجي وتروح. وشو ما عندهاش نقص المرافقات اللي قلت لك ناقصه بزاف، بني بالعيد ناقصه، وما كانش ثقافه السياحه، خاصه ثقافه السياحه ما كانش هنا، منعدمه تماما. واحد ما يخموش، ما عندهمش ماشي ما عندهمش، ما يقدروش، لانه الوعي
محدود، ثقافه محدوده. ولكن رمضان يقعد شهر الرحمه، شهر الغفران. شهر رمضان بيان سور اكيد، شهر رمضان على بالك وشي هو الانسان كنديو التراويح. لا شوف شهر رمضان على بالك يشوف هو الاكسجين تاع الانسان، يبدل يشوف يبدل في الدوره الدمويه تاع الانسان. شهر فيه عام، بيان سور عام فيه كل حرف من كلام الله واش يدير لك راه يساوي نحيك السيئات اللي تجاوز تمكل ولا اي حاجه راح تكون سوء، راح يكون هذا لازم تحفظ القران، لازم تقراه، لازم تختم القران، تخدموا المره الاولى والثانيه والثالثه، لانه هذا واش كان كلام الله بالخير تبادر بيان سور، لانه لازم تكون الخير تتضامن، اكيد تتضامن، لانه الانسان اللي فيه نبره خير وانسان اللي كان في الصدق في قلبه صادق وامين راح يستمر في رمضان، لا ماشي في رمضان. والانسان اللي ما فيهش كاين الناس اللي ديرها الريال، ديرها هكذا برك الوحده. الله يهدينا ان شاء الله امين، وربي ان شاء الله كما يقولوا رمضان صياما وقياما واحتسابا، وربي ان شاء الله يغفر لنا كل الذنوب ما تقدم وما تاخر ان شاء الله لينا والمؤمنين كامل جميعا، الينا واليكم انتم ثاني. ومرحبا بكم اخويا هنا، وراكم تاج فوق الراس وضيوف عندنا معززين مكرمين، والسلام عليكم، تحيه. بارك الله فيك خويا، يعيشكم شويه اكيد، بارك الله فيكم وصحه رمضانكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ مصطفى، رانا اليوم متواجدين في بلديه خيري ودعجول، منطقه بني بالعيد المشهوره جيد جدا، خاصه في فصل الصيف انه يتواجدوا السدحيه. حبيت حتى هنايا مصطفى، واش تقدر تحكي لنا على الاجواء في رمضان هنايا، وخاصه والله خويا الاجواء في رمضان في مدينه خيري ودعجول راهي متوسطه، خاطر ما عندناش طريق تدخل وما تخرجش، تسمى غير ماليها اللي عايشين فيها لهنا. هذه الاجواء اللي هنا نعقبوا التراويح، نسهروا ان شاء الله، ندوروا هكا اجواء تسمى مع بعضنا، عائليات مع بعضنا، ونفرقوها بالتراويح ونروحوا للديار. الحمد لله، ربي يقدرنا ويتقبل علينا. مصطفى بمناسبه شهر رمضان المعظم، جريده جيجل الجديده نظمت مسابقه ومسابقه برعايه مجوهرات الياقوت جرين واستوديو المدينه للتصوير. وسؤال المسابقه اليوم هنا في بلديه خيري ودعجول يقول: طائر تكلم في القران الكريم في سوره باسم حشره، ما هو هذا الطائر؟ الهدهد. اسم السوره؟ هذه ما لقيتهاش. ومع من تكلم؟ ما عندكش فكره مصطفى؟ واش تقدر تكون الناس بني بالعيد بنا بسبب شهر رمضان المعظم؟ يا خويا نتمنى لكم شهر رمضان كريم والصيام المقبول ودم المغفور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عماد، رانا عندكم هنايا في بلديه خيري ودعجول وبالضبط في منطقه بني بالعيد. الله يبارك فيك، واش تقدر تحكي لنا على الاجواء تاع رمضان عندكم هنايا وانطباعك حول هذا الشهر الفضيل؟ والله اجواء مليحه هنا في رمضان. عقبنا والله غير عقبنا النصفيه تاعو مليحه. انا 17 يوم الله يبارك. 17 يوم عقبنا مليحه الله يبارك. وهذا ما كان. رمضان تبدل ما تبدلش عماد؟ هو رمضان قاعد كيما هو، رمضان تاع بكري رمضان تاع درك، ما تبدل فيه والو. الله يبارك. رمضان الصدقه، رمضان الشهر الرحمه، الغفران، الصلاه، هذا ما كان. راكم تديروا الرياضه يا عماد؟ رانا نجريو بارتو يوميا نجريو حنا. الله يبارك. ما تمارسوش كرة القدم؟ نمارسوا البالو، هي قلت لك ماسيكو. الله يبارك. عندكم دوره هنايا مالا؟ عندنا دوره مشاركين هي. الله يبارك. يتربحوا؟ كنربحوا كنخسروا كنخطراو كيفاه. اخويا ربي يتقبل علينا ان شاء الله. بارك الله فيك عماد، وصحه رمضانك وصحه الطول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. متواجدين اليوم عندكم في منطقه بني بالعيد، واش تقدر تحكي لنا على الاجواء كيفاش راكم تفوتوا هنايا في بني بالعيد؟ يا خويا مرحبا بكم في بني بالعيد. اجواء رمضانيه كالعاده، اجواء مليحه، نفوتوا رمضان بيا. راك تعرف نقضيو مع القضيه، مع قلب اللوز، مع هذه الجلابيه هذه، راك تعرف الاجواء رمضانيه، خاصه صلاه التراويح اللي تميز شهر رمضان يتميز بصلاه التراويح. نفوتوا صلاه التراويح، العشاء صلاه التراويح، ونخرجوا ونسهروا، راك تعرف مع العائله، مع هيدي، راك تعرف. الحمد لله، ربي يتقبل علينا. والله بارك الله فيك، تزادوا وبارك الله فيكم، وصحه سحوركم وصحه فطوركم وصحه رمضانكم وصحه عيدكم ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وحنا متواجدين في بلديه خيري ودعجول، تلاقينا عمي خليفه اللي جا من بلديه جيجل البني بالعيد. تلاقينا صدفه بمناسبه شهر رمضان المعظم. عمي خليفه، واش تقدر تحكي لنا على رمضان في الولايه بصفه عامه وفي جيجل بصفه خاصه، وعلى جيت اليوم لبني بالعيد؟ نعم، انا جيت اليوم لبني بالعيد في زياره
تحويسه مع هذا فاميلتي جا من ايطاليا. هيا قلت له نديك نوريك بني بالعيد، ديكوفري بني بالعيد، ديكوفري لا ريجيون كيفاش. قلت له فيها الفاكهه نتاع الفراوله، فيها حوايج تشوفهم، فيها جبال، فيها حوايج تشوفهم، بالك ما طبيعه خلابه ما شاء الله. يعني بني بالعيد مشهوره بالشيء هذا، يعني تزاوج الطبيعه يعني بين البحر والجبال والبحيرات. نعم فيها طبيعه خلابه. سيت سيت توريستيك سيت سيت توريستيك. صح. يجي لوي بيان اكسبليكي تالور. قلت له كيلكان كي فو انفيستير لهنا في بني بالعيد نورمالمون يفا ريوسير ان شاء الله. على هذه جيت لهنا وخاصه في شهر رمضان تعديو شويه الوقت. نعم نعديو الوقت في خاص شويه ديسير فوالا، ونجيو لهنا نزيدو نزوروا مساجد لهنا نصلي في المساجد معاهم ما شاء الله ونروح يعني رمضان وفا وكفى وفا ان شاء الله. ربي يتقبل علينا اللهم امين يا رب. عبد الغني خويا كيف جيتنا من ايطاليا خويا، والله من ايطاليا باش تصم على العائله وخاصه هنا في جيجل. والله خاصة هنا في جيجل، انا ثاني من تكسر دوريجين وعايش هنا في جيجل. واليوم جيت زياره مع عمي خليفه، قلت له هيا نروحوا كيش ما نجيبوا شويه فاكهه ناتشور هنايا، شويه لحم كما يقولوا ما شاء الله ربي يبارك، والناس طيبين هنايا. اول مره نصلي في المسجد تاعهم هنايا ما شاء الله تاع بني بالعيد. يعني اول مره تزور المنطقه؟ والله اول مره نجيب بني بالعيد، والله ما شاء الله والله ما شاء الله. ما قلت لك في التجاره مع الوقت هنايا، على خاطرش هنايا كما يقول توريستيك في الصيف ان شاء الله. والله رانا ندرسوا فيها انا وعمي خليفه ان شاء الله. رانا نضربوا لك موعد في الصيف ان شاء الله وتشوف بني بالعيد. نعاود نجي جويه ان شاء الله تلقاني هنايا قدامك ان شاء الله. قول لي يا عبد الغني، ورمضان في ايطاليا مقارنه مع هنا في ماشي كيف تسبنها غير في الدار تشوف الطابله مسطريه توجد مدام ولا وسيتو برا الناس تاكل تشرب والاخر ما تحش برمضان. وهنا في جيجل ما شاء الله والله غير ما يدو شويه شريق قربلو شويه زرابيه شويه يعني ساعه هنا في جيجل تعادل شهر في ايطاليا والله اكثر. تسمع الاذان، تسمع التراويح، تحصل لي تراويح. عندي طفل والله غير ما شاء الله نديه يقول لي بابا واش هذا؟ قلت الاذان نو الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. هو رب وصحه رمضان جميع المسلمين وجميع الجزائريين بخصوص الجواج احنا كما يقول كذا. الله يبارك فيك عبد الغني، صحه رمضان ويرحم والديكم وصحه فطوركم. عمي خليفه بمناسبة شهر رمضان المعظم جريدة جيجل الجديدة برعاية مجوهرات الياقوت جرين واستوديو المدينة للتصوير نظمت مسابقة. وسؤال المسابقة اليوم من منطقة بني بالعيد يقول: طائر تكلم في القرآن الكريم في سورة باسم حشرة، من هو هذا الطائر وما هي هذه السورة ومع من تكلم؟ طائر في القرآن الكريم تكلم في القرآن. يعني راح نعاونك مع من تكلم، بالك تجيب لنا اسم الطائر. تكلم مع سيدنا سليمان عليه السلام. الطائر هو الهدهد. والصورة عمي خليفة والله ما نعرفها، ما عندكش فكرة؟ ما عنديش فكرة. لا الطائر هو الهدهد صح. صورة باسم حشرة. النمل، صورة النمل. سورة النمل. الله يبارك. إذا الطائر الذي تكلم في القرآن الكريم هو الهدهد، تكلم مع سيدنا سليمان. والصورة التي تكلم فيها باسم حشرة هي صورة النمل. الله يبارك عمي خليفة، ألف مبروك، ربحت معنا ساعة مهداة من مجوهرات الياقوت جرين واستوديو المدينة للتصوير. واش قلنا الناس جيجل بمناسبة شهر رمضان المعظم؟ الحمد لله والله غير الناس طيبين ما شاء الله. نحن في جيجل يعني رانا في ولاية محترمة، في ولاية يعني الحمد لك يا رب والشكر لك يا رب. فيها يعني طبيعة خلابة ما يخصنا والو. on a des gens très cultivés, des gens à la hauteur, on est instruits, on est très civilisés, on est bien, on reçoit tout le monde, on est bien avec tout le monde. يعني ولاية يعني يا جيجل صحة رمضانهم، جيجل صحة رمضانهم وعيدهم مبروك وإن شاء الله يصوموا بالصحة والهنا، صحة الصيام والقيام. وهذا واش نقول. بارك الله فيك عمي خليفة، بارك الله فيك وربي يجازيك. يا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يا اللي خلقك الرحمن، يا اللي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله اللي حيانا لك يا رب.